تخيل ان انت عندك مطعم بيقدم اكل تحفة بس الناس مش عارفاه، تعمل ايه عشان تكبر الموضوع ده؟ هنا بيجي دور البيزنس ديفلوبمنت، ان اغلب الناس ممكن تكون فاهمة وظيفة الراجل ده غلط. هل الراجل ده بيطبخ ولا بيبيع ولا بيسوق؟ لا، الراجل ده بيعمل حاجة تانية خالص. الراجل ده ممكن يعمل لك استراتيجيك بارتنرشيب مع شركة توصيل، وان هي تنزل لك المنتجات بتاعتهم على الصفحة بتاعتهم لو هي كبيرة زي طلبات مثلا، والناس تبتدي تشوفك وممكن تجربك لأول مرة ويكون فاتح كتير عليك. تاني حاجة ممكن يعملوها اللي هو ماركت اكسباندنج، ان هو ينقي لك مكان متروس كويس جدا ويفتح لك فيه فرع جديد، وده ممكن يكون سبب انتشارك في السوق. تالت حاجة ممكن يعملها اللي هي increasing sources of revenue، ان هو يروح يتفق مع شركات، زي مثلا انا فاتح في منطقة معينة، بروح اتفق مع الشركات اللي حواليا ان يا جماعة الموظفين اللي مع عندكم لما ياخدوا اكل من عندي هياخدوه بسعر اقل من السوق، وخصوصا ان هم ممكن يطلبوا من عندي كل يوم. من هنا بيجي دور البيزنس ديفلوبمنت، ان هو بيخلق فرص للنمو للشركات. خلينا اكملك القصة في الجزء اللي جاي. يلا سلام.